رجعنا تاني معاكم في صباح القاهرة واللقاء الحواري الأول. اللقاء الحواري من اللقاءات اللي أنا بفضلها وأحبها لأنه حديث عن المرأة، والمرأة المصرية بيقول عليها نص المجتمع. احنا بنقول المرأة المصرية نص المجتمع، بس هي المجتمع كله. والدولة المصرية اهتمامها بعد 2014 بالمرأة اهتمام عظيم جدا. كلمة التمكين هي كلمة مهمة جدا وشايفينها قدامنا، وحدثت المرأة المصرية حتى وصلت إلى مراتب عظيمة جدا جدا. المشاركة الاقتصادية والاجتماعية أو التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي وكل أنواع التمكين الموجودة. حديث عن تمكين المرأة المصرية معاكم النهاردة على هواء قناة القاهرة الأستاذة نسرين أحمد، عضو المجلس القومي للمرأة. أستاذة نسرين صباح الفل، نورتيني. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك، وميرسي جدا على الاستضافة الجميلة. نورتيني يا أستاذة. ميرسي قوي. أنا دايما بدي تعظيم سلام للمرأة المصرية وهي تستحق. ميرسي، ده من ذوق حضرتك. قولوا زمان المرأة نص المجتمع، لكن المرأة هي المجتمع كله. دي حقيقة، وأدوارها عظيمة جدا، وفي الشدائد دايما تلاقيها في الميعاد. صح. قوية وعظيمة وليها سمات كده مختلفة بشكل كبير جدا. الدولة المصرية بعد 2014 اهتمت اهتمام كبير جدا بالمرأة فعلا. وفي عام للمرأة 2017 عام المرأة بشكل كبير جدا. والقيادة السياسية والسيد الرئيس اهتمام عظيم جدا بالمرأة المصرية فعلا. وشفنا قد ايه هي لديها القدرة على القيادة، على تولي المناصب الكبرى بشكل كبير جدا. فالمؤسسات كمان زي مجلس القومي للمرأة عليه أدوار مهمة أكيد. علشان تحفيز وشحن المرأة المصرية في على طول وعرض ربوع مصر المحروسة. أكيد. أبدأ منين في موضوع التمكين؟ مبدئيا نبدأ بمعنى مبسط للتمكين. جميل. تفهمه الناس كلها. التمكين هي مساعدة المرأة على إن هي تكون متواجدة بشكل منصف ليها جنبا إلى جنب مع الرجل. التمكين بمفهومه الشامل، يعني مش التمكين الاقتصادي بس. كتير فاهمين ان التمكين هو تمكين اقتصادي فقط، لا. هو تمكين اقتصادي، اجتماعي، سياسي، تمكين في الصحة، يعني صحيح. تمكين بمعناه الشامل المكتمل. جميل جدا. بالظبط. طب أحمد شوقي قالها الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب. أيوة. الأعراق. فهو تمكين إعداد، التمكين إعداد المرأة فعلا. اللي هي بتبني شعب بالزبط. وتقود معه المسيرة. فهي دورها عظيم جدا مع فكرة التمكين. طيب بعد 2014 المرأة بدأت تظهر ظهور عبقري في مناسبات عظيمة جدا وفي أماكن مهمة، الوزراء والمحافظين وفي مجلس التشريعية، النواب والشيوخ وغيره بشكل كبير جدا. حضرتك كمرأة شفتي هذا التمكين وقدرته وقدرة المرأة على أنه هي جديرة بفكرة التمكين؟ هو بصراحة بعد 2014 المرأة بقى ليها دور فاعل جدا جدا وأثبتت تواجدها. يعني صحيح. الحمد لله احنا لما في منا وزيرات كان في تشكيل وزاري فيه أكتر من 8 وزيرات. صحيح. كلهم أثبتوا وقبلينا بدأنا حسنا. أيوة بالظبط كده. هو المحافظات الحمد لله كان في محافظات سيدات أبلوا بلاء حسنا. أيام الكورونا مثلا، في أوقات كتير، في أوقات الشدة صحيح. اللي مصر مرت بيها كلهم وقفوا. فبصراحة هي في كل مرة في كل المناسبات تلاقيها بجد. لا بس أنا قصدي إنها لما اتحطت في الموقف أثبتت جدارة. طيب حد يجي يقول لنا طب ما المرأة عليها أدوار مهمة جدا وقوية لا تقل عن دور الرجل في البناء في البيت، إنها تربي. الجميل إنها ما بتأثرش في البيت. ما أنا عارف، أنا بقول كلام الناس بيقولوا، فإنه المرأة بتربي وبتنشئ جيل عظيم جدا، وهي بتطلع كل الحاجات الحلوة دي كلها. فدورها عظيم. هي قدرة المرأة عندها قدرة خارقة. أنا بشوف عندها قدرة خارقة إنها تعمل ده الدور العظيم جدا في البيت. أنا بقيت حضرتك جدا طبعا. وكمان تروح عاملة دور تاني بره البيت عبقري ونجاح تاني مبهر بره البيت. بالظبط. فأنت تروحي فين؟ دورها تمام يعني كمرأة يعني. لا أنا كمرأة يعني أؤيد طبعا إن هو دورها يعني يتساوى أو يتوازن. لازم تكون في موازنة ما بين دورها جوه البيت ودورها بره. كيفية التوازن بقى. أيوة. يعني كيفية التوازن. ازاي تعمل هذا التوازن العبقري؟
لا هي سبحان الله هو ربنا ميسر لها هذا التوازن. هو كل يعني كل السيدات عندهم القدرة على العمل بره البيت ونرجع، وخصوصا مثلا في رمضان، احنا لسه خارجين من رمضان، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه. بنرجع على المطبخ، نجهز السفره، بعد كده بنذاكر للولاد بعد الفطار. يعني احنا سبحان الله. استاذه نسرين، انا دايما بقول عندي وجهه نظر انه السيده العامله لديها قدره على التنظيم اكثر من الست لا تعمل، لانه الست اللي تعمل عندها وقت كتير، فممكن الوقت يروح منها بدون ما تنظيم. لكن الست التي تعمل فهي وقتها محسوب بالظبط. فالساعه 7 هنصحى، هنفطر الساعه 8، اروح شغلي كذا، هرجع عشان اذاكر، عشان فيه تمرين عشان فيه مش عارف مذاكره، عشان فيه الوقت مرتب ومنظم بشكل كبير جدا فعلا. بعكس السيده نفس الوقت لازم تهتم بجوزها طبعا. طبعا. الاهتمام اكيد. فعندها اشياء كثيره جدا بتعملها بقدره، منهن من يقومن بهذا الدور بقدره عجيبه بشكل كبير. الحمد لله. كل التحيه والتقدير ليكم. طيب اروح للمجلس القومي للمراه. اتفضل. وهدور برضو من المؤسسات مهمه جدا، عليها ادوار مهمه للوصول للمراه على طول وعرض مصر المحروسه، من اسوان الى مطروح الى كل مكان، لانه قضايا المراه مختلفه. قضايا المراه في اسوان او في سوهاج او في اسكندريه او كل محافظه ليها فعلا. فهي ادوار مجلس القومي للمراه بيقوم بيها كاتب بكاتب مع الدوله. هو مجلس القومي للمرأة بصراحة تم إنشاؤه من سنة 2000، ومن ساعتها هو بيساعد المرأة بكل ما أوتي من قوة. في أولا هو بيدافع عن حقوق المرأة، عندنا جيش كبير من التشريعيين اللي بيساعدوا في التشريع، بحيث ان القوانين والتشريعات تطلع تكون فيها منصفة للمرأة. صحيح. في نشر الوعي بالعادات، بأهمية ان احنا نتلافى العادات السيئة. صحيح. طبعا حضرتك اكيد كنت شايف طبعا الختان، عملنا حملة ضد الختان، ودور مهم جدا. ودور ورغم كده ما زلنا لسه طبعا قدامنا شوط كبير جدا لتغيير الثقافة وتغيير العادات السيئة والمفاهيم. صحيح. وخصوصا في الصعيد وفي الأماكن الريفية بتحتاج أسفة، بتحتاج مجهود كبير جدا. طيب أقول حاجة. اتفضل. التكنولوجيا سهل الدنيا، سهل التقارب. يعني زمان بعيد عن التكنولوجيا كان ممكن التواصل كان بعيد شوية أو في صعوبة بمكان. بس حضرتك متخيل إن الست الريفية عندها تكنولوجيا؟ عندها لا بس يعني لو ما كانش عندها نت حتى. لو ما كانش عندها، هي ابنها عنده. يعني الريف اختلف يا استاذه نسرين. احنا عايزين نوصل لفكر المرأة الريفية والمرأة في الصعيد. للأسف الشديد ساعات كتير المرأة بتبقى عدوة نفسها. أنا بلاقي المرأة يعني مثلا هي اللي متبنية فكرة الختان، وهي اللي بتكلم جوزها في الموضوع. صحيح. صحيح. بضم صوتك. فطبعا الموضوع ده يعني كان مؤلم بصراحة بالنسبة لنا. احنا عملنا مسلسلات كتير ضد الختان، وعملنا وعي كبير، وما زلنا يعني بنسعى المواضيع اللي امثالها طبعا الختان. طيب. وامثاله يعني حاجات كتير. فكره الوصول المراه، يعني ممكن الاونلاين مثلا يعني مش هينفع، لانه المواجهه المختلفه لازم البادي لانجوج نفسه، التاثير على مرأة زي المرأة الريفيه مهم جدا عشان اقناعها بشكل. هنا بيظهر دور طرق الابواب. ايوه، فكره طرق الابواب. بالظبط. أيوه. احنا بنستعين برائدات الريفيات المشكورين، بينزلوا معانا. هم بيبقوا أدرى طبعا، أهل مكة أدرى بشعبها. صحيح. فبينزلوا معانا، بنعمل طرق أبواب، وبنقعد مع الست نفهمها بالراحة، وبنحاول نقنعها، وبنقول لها لأن في منهم كتير كان في اعتقاد خاطئ إن ده توجه ديني. هو بعيد كل البعد عن صحيح عن الدين. هي عادة فرعونية قديمة يعني. صحيح. بس فبصراحة الرائدات، ومن هنا عايزة أشكر طبعا الرائدات الريفيات فعلا إنهم بيساعدونا كتير جدا. لازم أتكلم عن الرائدات الريفيات وتكوينهم، المواصفات بتاعتهم عشان يبقى لديها القدرة على إقناع
قدره على اقناع لما تيجي تخاطب سيدات في مجتمع احنا بنديهم ريفي. دورات تدريبيه ايوه طبعا. فهتكلم عليهم لوحدهم، أكيد. الرائدات الريفيات. لكن فكره انه التمكين الاقتصادي، انهي تمكين يجي الاول عشان زي البازل كده ابنيه فيأثر اكتر؟ هل ابدا بالوعي، ولا ابدا التمكين الاقتصادي عشان يبدا ياخد ويدي معايا، وبعد كده اخده للتمكين الوعي الاجتماعي وهكذا؟ لا انا شايفه ان الوعي الاجتماعي هو بيجي في المرحله الاولانيه. وبعد كده عايزين ونبين لهم ان في مميزات للوعي الاجتماعي بالتمكين الاقتصادي. بنساعدهم على قد ما نقدر في موضوع التمكين الاقتصادي. يعني المرأة المعيلة مثلا، المرأة المعيلة عندها مشكلات اقتصادية، فمحتاج حد يقف جنبها كتف بكتف. المجلس القومي للمرأة ليه دور كبير في وانا عارف ويساعدها بشكل قوي جدا، عشان لما يبدا التمكين الاقتصادي بقول عليه دلوقتي تبدا هي تسمع مننا. حضرتك شايف ان التمكين الاقتصادي الاول تسمع، يعني هي ما تجيش هي عندها مشكله اقتصاديه وتيجي تقول لها النبي مش تسمع، اعتقادي يعني. فهل انتوا اشتغلتوا على فكره التمكين الاقتصادي والمرأة المعيله بينا وبوجودنا؟ لا مش وباهميه تواجدنا معاها في حياتها، فكره بالمبادرات. انه انا خلاص احنا اشتغلنا مع بعضينا وعملنا تمكين اقتصادي كويس قوي، وانت بداتي ترتاحي شويه، فعقلك بدا يستوعب ما اللي اتقال لك. تمام. فاشتغلتوا ازاي على فكره المراه المعيله ومشروعاتها وما اكثر المشروعات الحرفيه اليدويه المصريه العظيمه جدا؟ بالزبط. ازاي نحول هذه المراه المصريه الموجوده العظيمه جدا؟ احنا بدانا فعلا بكورسات تدريبيه لافكار، وبعد الافكار بندربها على الحرف المتنوعه، وبنديها برضو مبلغ مالي صغير تشتغل عليه. وبعد كده لازم المتابعه، لازم تلاقي سوق تسويق، لان هو مش هسيبها. اغلب الريفيات بيبقوا بيعانوا من فكره انا عملت اهو عملت اعمل ايه، مش عارفين يسوقوا ومش عارفين يتعاملوا مع السوشيال ميديا مثلا. التسويق عن طريق النت او تسويق في اماكن احنا معارض مثلا، انشاء معارض. بنعمل لهم المعارض ديت وبنحاول نساعدهم في التسويق، وبنفضل متابعينهم طبعا لفترات طويله يعني لحد ما. وفي افكار، يعني في افكار كتير نجحت ما شاء الله. في سيدات كتير بدأوا من مشروع في البيت يعملوا مربى، بدأوا مصنع، وكذلك الكليم والسجاجيد والجبن. في سيدات بيعملوا فطير مثلا مشلتت حلو، برضو بتبدأ في البيت، وبعد كده بتكبر ما شاء الله، وبتساعد بقى الستات تانيين تيجوا يشتغلوا معاها. جميل جدا. دايما بقول ان وزاره التضامن الاجتماعي هي وزاره تماس مع المواطنين، طبعا بتقدم خدمات كتيره جدا، واكيد ما دام هي وزاره تماس بتقدم خدمات كتيره جدا ومنهم المراه، اكيد فاكيد في اتصال وثيق بين مجلس القومي للمراه وبين وزاره التضامن الاجتماعي. هو المجلس يعني تعملوا سيمفونيه. المجلس بيتواصل مع اغلب الوزارات، يعني طبعا على راسهم طبعا وزاره التضامن يعني. وحاليا دكتوره مايا هي اللي ماسكه طبعا كانت رئيسه للمجلس القومي للمراه. بالظبط، كانت رئيسه المجلس القومي للمراه. فطبعا في تواصل قوي جدا، في تواصل مع وزاره العدل عن طريق برضو البطاقات، لان احنا عاملين مبادره بطاقتك حقوقك، لان طبعا السيده اللي ما عندهاش بطاقه ما عندهاش هويه، لا تعرف تنتخب ولا تعرف تحط فلوس في بنك ولا تعرف تتعامل اصلا. فاحنا كنا برضو الحمد لله من اكتر البرامج اللي احنا عملناها ان احنا بنعمل بطاقات للسيدات اللي مش عاملين بطاقات والبنات اللي مش عاملين بطاقات. تمام. بالتعاون مع وزاره العدل، طبعا بنتعاون مع وزاره الصحه، مبادره 100 مليون صحه، بنتعامل مع الازهر الشريف طبعا. فاحنا الحمد لله في تواصل مع كل الجهات والوزارات بالظبط كده. طيب تاتي قضايا عنف المراه، العنف ضد المراه قضايا شائكه يعني وصعبه جدا، فازاي المجلس بيواجه مثل هذه القضايا بالوعي؟ الوعي وان احنا نعرف المرأة حقوقها ايه وواجباتها ايه، نعرف نفهمها ازاي تدافع عن نفسها. احنا وبالمناسبة ديت عايزة اعلن عن الخط الساخن بتاع المجلس القومي للمرأة 15115.
وكان في حركة لطيفة جدا من التلفزيون في مسلسلات رمضان، ان عند مشاهد العنف ضد المرأة حطوا رقم التواصل دوت الخط الساخن، بحيث ان دي اكننا بنقول لها وقت لا قدر الله يحصل كده نبدا نتعامل ازاي. الخط بيستقبل المكالمات، في محامين متطوعين كتير جدا بيساعدوا، في دعم نفسي ودعم معنوي بيساعد المرأة في موضوع العنف ده. وطبعا زي ما قلت حضرتك في بداية كلامنا، احنا بنحاول في التشريعات بالذات نغلظ عقوبة العنف ضد المرأة، لان احنا بتغليظ العقوبة بنحاول نحد منها على قد ما نقدر. طيب تاتي قضيه التعليم كقضيه رئيسه طبعا. يعني هي اللي ممكن يتحل لنا عقد كتيره جدا جدا، فازاي بتشتغلوا على قضيه التعليم ومحو الاميه؟ ودلوقتي احنا بنتكلم عن محو الاميه، بس هو دلوقتي المفروض محو اميه التكنولوجيا. التكنولوجيا احنا يعني هذا العصر في محو التكنولوجيا، يعني محو اكيد طبعا اميه التكنولوجيه. بس اللي ما عندوش محو اميه تعليميه مش هيبقى عنده صحيح. فازاي نشتغل عليها يعني؟ احنا لسه شغالين دلوقتي على مدارس محو الاميه على قد ما نقدر، وطبعا بجنب محو الاميه التكنولوجيه، بس احنا بنركز في محو الاميه الاساسيه الاول، بحيث ان احنا نضمن ان الست تكون متعلمه، فلما تتعلم تقدر تستخدم وتواجه التكنولوجيا، وتقدر وتعرف حقوقها وتواجه والطالب طبعا صح طالب بيها صحيح. طيب لا والله وتعرف واجباتها برضه. طب مهم جدا، يعني دايما وابدا ندي تعظيم سلام للمراه المصريه. في الاخير استاذه نسرين، اكيد هتوجهي كلمه المراه المصريه. عايزه اوجه الكلمه واقول لها ان لسه الطريق قدامك كبير قوي، وبس مشوار ال1000 ميل بيبدا بخطوه، فان شاء الله احنا بدانا خطوات وهنكمل ان شاء الله، بحيث ان احنا نوصل للتمكين العادل ان شاء الله. ماشي. كل التوفيق للمرأة المصرية. ربنا يخليك. أحمد عضو المجلس القومي للمرأة، نورتيني وأسعدتيني. شكرا جزيلا حضرتك. نعم. من هذا اللقاء